الراجل شديه من اليد اللي ضاره غيحضر راسو اللي قلتها هي اللي غتكون. السلام عليكم اختي، هذه واحد النصيحه لوجه الله، خذها مع الواحد عنده تجارب في الحياه، وهذا الكلام موجه لاي وحده مزوجه وعندها راجل في الدار. شي اختي اي وحده تقول لك هذاك الراجل شديه من اليد اللي ضاره غيحضر راسو اللي قلتها هي اللي غتكون، فانا نعطيك الاكيد والله حتى غيقطع هذيك اليد وغيخليها لك وغيمشي. خاطر الرجال راه ما كيمشيوش بالقوه، انعكسنا. راه كيف الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيكم رفقا بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا، راه حتى الراجل كيبغي انك تكوني حنينه معاه وتحطيه فوق كفوف الراحه ويحس براسو ان لا كلمه الا كلمته. لهذا خصك حافظ على الزوجيه ديالك وما تتبعش اللي ضحكك، تتبع اللي بكيك، حيت اللي كيضحك في الاول كيبكي في الاخر، وكيبقى هو راجلك ومول دارك ومول وليداتك. وانا راه كندوي على الرجال اللي قايمين بالمسؤوليات والواجبات ديالهم، وكندوي على النساء العفيفات اللي بنات الاصل وبنات البيوت، ما كندويش على المصديات والقهويات. المصديات والقهويات سيروا تفرجوا وتصنتوا لكمال الباشا بارك عليكم. حنا راه كنقولوا الكلام موزون وكنفصلوا، كل يلبس على قد ويواتيه، راه مول الفز كيقفز، وهذا الشيء اللي كاين. تحياتي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.